كونك شخص كويس ده سبب مقنع يخليك تتساب. اللي مش متابع دكتور ابتسام فايته كتير جدا. تحية للوالد، تحية للوالدة، تحية للمبدأ، تحية لشخصيتك، تحية للبيئة. أنا بحترمك جدا على المستوى الشخصي وأتمنى تصدري ده للمجتمع كله. كونك شخص كويس ده سبب مقنع يخليك تتساب. وتعالى أكلمك من أرض الواقع، هو أنا ليه بجد هكمل مع حد مش شبهي؟ وليه دايما بتاخدوا الشبه في الطباع؟ ليه ما بتاخدوهاش في الداخل؟ ليه لازم دايما النظرة للإنسان تكون سطحية؟ وأصلا يعني إيه جملة ده حد كويس ومستحيل حد يسيبه؟ لا، ده ممكن عشان هو حد كويس الكل هيسيبه. وتعالى خدها بالحقيقة، كل الناس اللي مش كويسة واللي أنا وإنت عارفين إن هما مش كويسين هتلاقي حواليهم زحمة كتيرة جدا وناس محبوبة ومطلوبة جدا. طب هو مش لما ربنا سبحانه وتعالى بيحب حد بيحب فيه خلقه؟ طب ما هو برضه في حب مزيف. مش معنى ان هو في ناس كتير حوالين الناس دي بجد بتحبه. بلاش النظرات السطحية. تعالى شوف من وسط كل الناس اللي حواليه دي مين فيهم بينصحه، مين فيهم بيقوله غير حاجة فيه، مين فيهم بيقوله ان اللي انت بتعمله ده غلط. هتلاقيه صفر. ليه صفر؟ لانه كل ده حب مزيف. مفيش حد بيحب حد هيشوفه بيتمادى في الغلط ويقول له قشطة كمل. ده دليل بس على ان انا ما بحبش البني ادم ده، ما يفرقش معايا بجنيه. وده يمكن يجاوبك على حتة هو انا ليه لما ابدا اقرب من ربنا اكتر دايرتي بتصغر اكتر؟ عشان هي ما بتصغرش، هي بتتفلتر. في ناس روح قلبها اتباع الهوى، في ناس روح قلبها انها تبقى مفتونة، في ناس ما بتعرفش بجد تعيش من غير الفتن. وروح اقرا وتثقف عن معنى الفتنة. فانك حد كويس او حتى بتحاول تكون حد كويس مش ابدا هتكون اسباب كفاية تخلي الناس كلها تحبك. يمكن ده يكون اكتر سبب يخلي اصلا الناس تبعد عنك. وجبر الله قلبي قلوبكم.